ظبطني بقى. عودة من جديد مشاهدينا الكرام، وبعد الفاصل عدنا لحضراتكم في الفقرة الأولى حول الشاعر الكبير نزار قباني. نزار قباني بيحمل عدد كبير من المحطات المهمة لمشوار حياته من خلال مواقف ورؤى وأشعار وأيضا تجارب مختلفة. سنحاول في هذه الفقرة أن نتعرف على بعض من هذه المحطات وهذه المراحل، وكيف أنه كان ذو تجربة شعرية فريدة من نوعها. ربما معظم من ينطق العربية أعجب بشعره بشكل أو بآخر، ربما في كثير من الأحيان كان مثيرا للجدل لدى الكثيرين أيضا، ولكن بيبقى أنه هذا الشاعر بيحمل تجربة شعرية مختلفة وفريدة في العصر الحديث. سنحاول أن نتعرف على المزيد من خلال هذا الحوار مع ضيفي الكريمين. أرحب بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور عزوز علي إسماعيل، الناقد الأدبي. دكتور عزوز، أهلا وسهلا بحضرتك معنا يا فندم. وأرحب كذلك بالأديب والسيناريست محمد خير الحلبي، أهلا وسهلا بحضرتك معنا أستاذ محمد، منور قناة النيل الثقافية ومصر. الحقيقة أنه يعني الحديث عن نزار قباني الذي يوافق يعني 30 من أبريل الذكرى 18 لرحيله، هذا اليوم ربما نحتفل به بطريقة خاصة لكي نتعرف على عدد كبير من المحاور التي تناولها في أشعاره وحياته ومحطاته كما ذكرنا. لو يعني بدأنا في البداية دكتور عزوز بنشأة نزار قباني في سوريا وتحديدا في دمشق، والتي كان لها دور كبير جدا في حياته وكانت بمثابة المعشوقة الأولى له. كيف يعني أثرت هذه البيئة وهذه النشأة في وجدانه وأشعاره فيما بعد؟ بداية أشكر حضراتكم على هذه الدعوة الكريمة. حينما نتحدث عن شاعر عربي له مذاق خاص وله طابع خاص وله تأثير خاص في فئات عديدة من فئات الشعب العربي، يجب أن نتذكره بإجلال. نزار قباني شاعر ذو حس مرهف، بداية من نشأته من سوريا من دمشق، هذا الجرح النازف الذي نبكيه الآن. هذا الرجل يعني لا أقول أكثر مما قاله هو عن وطنه الحبيب وموطنه الذي نشأ فيه دمشق. قال عن دمشق: حبيبتي أنت فاستلقي كأغنية على ذراعي ولا تستوضحي السبب، أنت النساء جميعا ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذبا. أقول يا نزار لمصر أم لربوع الشام تنتسب، هنا العلا وهناك المجد والحسب. رحم الله شاعرنا نزار قباني الذي استطاع بحسه المرهف أن يستنطق الأجواء، أن يستنطق العبيرة، أن يستنطق الياسمين، أن يستنطق الزهور، ويجعل لغة أخرى للزهور تتحدث بين المحبين. نزار قباني ونشأته في سوريا في الخضرة في الجمال استطاع أن يجعل الكثيرين يتحمسون ويعشقون شعره بداية. جميل، صحيح. طبعا في هذا السياق أيضا أستاذ محمد، يعني النشأة في سوريا وتحديدا في دمشق، الوطن بالنسبة لنزار قباني كيف ترصده؟ سواء كان بداخله أو كان في خارج حدود الوطن. مساء الخير أولا أهلا بحضرتك لحضرتكم ولجمهوركم ولشعبي في سوريا ولدمشق. يعني شيء من الارتباك، أنا أعذروني، لأنه دمشق هي مدينتي، والمسافة بين بيت جدي وبين بيت نزار قباني لا تتجاوز مئات الأمتار. هو الحقيقة في الكلام عن دمشق المدينة التي مصنفة أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، ليست مكان يمكن أن تسكنه وتعبر. الحقيقة كائن من كان لا يستطيع أن يصل دمشق القديمة ويعبر هذه المدينة دون أن تترك في نفسه أثر من المستحيل أن ينساه. حتى التتار، أولئك البشر القتلة اللي بيشبهوا تتار اللحظة الحالية الآن اللي جاءوا من الأدغال، عندما دخلوا دمشق مع الوقت
أصبحوا يكتبون الشعر بهذه المدينة. فدمشق ليست مكان من حجارة، لا، هي ذاكرة إنسانية حقيقية، ذاكرة جمالية، تاريخ، ذاكرة سياسية، ذاكرة ما تزال متوفرة. دمشق بلد ما يزال متوفر. يعني أنت بتدخلي من الباب مثلا الشرقي، هذا الباب الذي أحبه أنا وأسقط غالبا أمامه، بتشوفي على الجدران الزمن بالأعشاب. تخيل يا دكتور. جميل. لكن صحيح فكره يعني انه بما انه اسمحي لي كمل، اسمحي لي لو تفضل سمحت. تفضل. بدي احكي لك عن العلاقه الحقيقيه اللي انتجت شاعر مثل نزار قباني اللي هي دمشق. ودمشق القديمه فيها لها طقس خاص، البيوتات الدمشقيه لها طقس خاص بانها يمكن ان تصنع لك جنه. البيت شبه جنه حقيقه، وبيت نزار جنه ما يزال حتى الان. حتى هو بيقول بكتابه النثري بانه بيتنا أشبه بقارورة العطر، وصدقوني لا أظلم قارورة العطر إذا شبهتها يعني هل تقصد حضرتك أنه الجانب الجمالي والطبيعة هي التي أثرت بشكل كبير في أشعار والمزاج العام لنزار قباني؟ هذا جزء. أنا لا بدي أحكي مو على هذا الموضوع، أنا بدي أحكي أعمق من ذلك بقليل لو سمحتي، لأنه هي الذاكرة. أنا عم لك إنه هذا البلد ما يزال مأهول وحامل ذاكرته معه، خزان الحكايات، خزان المعرفة، خزان الحب، الجمال، الذوق، السياسة، الدين، الأدب، مرور الغزاة، خروج الغزاة، النساء الجميلات، الرجال الأقوياء، كذا كلها موجودة. وبالتالي وخلق فيها نزار، خلق في هذا المكان من أبوين يعني كمان أصيلين، يعني جد نزار قباني أبو خليل قباني. هذه الجزئية أريد أن أتوقف عندها بعض على أن سوف حديثنا عن المكان. الجيرة علاقة الجيرة في هذا الإطار. حضرتك ذكرت أنه يعني جد حضرتك كان جار طبعا بيت جدي صحيح طبعا. صحيح. طيب يعني كيف كانت الأجواء أو من خلال الجد أو الأب يعني ما الذي رصدوه عن نشأته الأولى، عن حياته، عن أسرته؟ أنا حتى لا أدعي أنني أعرف نزار قباني شخصيا. جدي، بيت جدي، منطقتنا نحن منطقة في دمشق القديمة موزعة حارات إلى أسماء. نزار قباني من منطقة اسمها مدينة الشحن في حي في دمشق القديمة. أنا من منطقة اسمها الإصلاح، حي اسمه الإصلاح. نحن بعاد عن بعض مئات الأمتار، لكن نزار بهذا المكان هو من يتحدث عن ماذا؟ عن علاقته بمنطقته، ببلده، بجيرانه، بتاريخه، بهذا الجمال. كيف يتحدث نزار؟ قال الأستاذ من شوي مدخل من قصيدة جميلة لنزار قباني، حبيبتي فاستلقي كأغنية على ذراعي ولا تستوضح السبب، أنت النساء جميعا ما من امرأة أحببت. طبعا نزار قباني أنا كشاعر واحد من مو أساتذتي وبس، يمكن هو بنى نمط من أنماط تفكيري وحياتي. نزار وحنا مين الحقيقة وكازنتزك، هذول ثلاثة اللي مؤسسين ثقافة. بدنا نتحدث بعد قليل، أعطي مجال للدكتور، بنتحدث بعد قليل عن علاقة الجوار بأشعار نزار قباني. جميل. طيب يعني بعد التعرف على لمحات عامة حول نشأة شاعر كبير نزار قباني، تأتي أيضا مرحلة مهمة وهي فترة انتقاله للقاهرة وبداية العمل بالسياسة والدبلوماسية. في الأربعينيات كانت الملامح مختلفة وكانت مرحلة أيضا مختلفة، كيف ترصدها دكتور؟ هو حضرتك جاء بشار إلى الحياة في وسط ثورات، يعني 1919 بعدها بفترة بشار عفوا جاء يعني نزار. أنا أتأمل يعني ما الذي يقصده اللي كنت سأسأل يعني نزار قباني جاء في فترة يعني بعد ثورة 1919. في هذه الأوقات تحديدا كانت تمور الحياة في العالم العربي بشكل عام. نزار قباني حينما جاء إلى مصر وبدأ في العمل كسياسي في السفارة السورية في مصر في الأربعينات من القرن الماضي، استلهمته أيضا الطبيعة المصرية الخلابة، فكتب شعرا كثيرا عن مصر وأحب مصر، وبعدها ارتحل إلى هنا وهناك. ولكن كانت البلاد العربية هي همه الأكبر. ثم كان شغله الشاغل الجمال،
الأنثى بالنسبة إلى نزار قباني سنأتي إلى محطة المرأة في أشعار هي الحياة. صحيح. هي الحياة ولكن نفسها. اسمحوا لي أن نستمع لإحدى قصائد الشاعر الكبير نزار قباني بصوته، ثم نعود مرة أخرى لمواصلة الحوار. مراقبون نحن في المقهى وفي أرحام أمهاتنا. مراقبون نحن في المقهى وفي أرحام أمهاتنا، حيث تلفتنا وجدنا المخبر السري في انتظارنا، يشرب من قهوتنا، ينام في فراشنا، يعبث في بريدنا، ينكش في أوراقنا، يدخل من أنوفنا، يخرج من سعالنا. لساننا مقطوع ورأسنا مقطوع وخبزنا مبلل بالخوف والدموع. إذا تظلمنا إلى حامي الحمى قيل لنا ممنوع، وإن لساننا مقطوع ورأسنا مقطوع وخبزنا مبلل بالخوف والدموع. إذا تظلمنا إلى حامي الحمى قيل لنا ممنوع، وإن تضرعنا إلى رب السماء قيل لنا ممنوع، وإن هتفنا يا رسول الله كن في عوننا يعطوننا تأشيرة من غير ما رجوع، وإن طلبنا وإن هتفنا. من جديد مرة أخرى لحضراتكم مشاهدينا الكرام، هذا الجزء من قصيدة الشاعر نزار قباني هوامش على دفتر النكسة بعد نكسة 67. طبعا هذه القصيدة يعني أثارت جدلا كبيرا وأثارت سخطا كبيرا في ذلك الوقت، وكانت هناك آراء شديدة الضراوة فيما يتعلق بهذه القصيدة. حتى في سوريا صحيح. يعني البرلمان السوري أدانه، والمشايخ للأسف المشايخ المسيسين وهم موجودون في كل زمان ومكان أدانوا هذه القصيدة التي لاقت يعني استحسان الكثيرين الذين ذاقوا ظلم النكسة ومرارة النكسة. 67 نكسة على الكل. هو عبر عما يجيش بصدره تجاه هذا الوطن العربي الكبير. فكانت هذه القصيدة وأصبحت القصيدة خالدة على مر الزمان، على الرغم مما ناله من عقاب من الناس، من السياسيين، من هؤلاء، من المشايخ. هل العقاب كان من الناس؟ بل هناك من قال إنه كافر وكفروه بقصائد أخرى. يعني هذه القصيدة تحديدا وهي هوامش على دفتر النكسة كانت لها أصداء. هو الرجل أراد أن يبين الحالة أن الكاتب أو المبدع هو لسان حال قومه. الشاعر في العصر الجاهلي كان هو الذي يتحدث صحيح بلسان القبيلة، فتحدث الرجل فعبر. فكانت هناك طبعا مذابح أدبية له بالمقالات وما إلى ذلك. هل المذابح الأدبية والعجيب حينما مات جمال عبد الناصر أنه رثاه يعني بقصائد رائعة، وكانت مثار أيضا للجدل، لأنه قيل أنه كان هناك عايزه اقول يعني تطرف ربما كما وصفه البعض في مدح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. هل هذا صحيح؟ يعني فكره انه بعد هذه السنوات وبعد اكتمال تجربه نزار قباني، كيف يرصد النقاد لهذه المنتجات نزار قباني عايش معنا الان، سواء كان في ذلك الوقت الذي كان يحيا فيه كان بيقابل بهجوم والى اخره، والان بعد رحيله، بعد اكتمال هذه التجربه، كيف ترصد يعني هذه الاشعار التي كانت تسبب له مشاكل في وقتها، كيف ترصدها الان؟ نرصدها الآن بأن هذه الأشعار ما زالت تحيا بيننا الآن. إذا أتينا بأي قصيدة تدل على الذل العربي فهي الآن. أي قصيدة لنزار قباني عبر بها عن الحالة التي كانت مستشرية في هذه الأوقات تحديدا هي التي تعيش بيننا الآن. أنا كنت أتمنى أن يكون نزار قباني معنا الآن، يحيا معنا في هذه الأوضاع، كنت أتمنى ماذا سيقول عن أرضه التي اغتصبت، وعن دمشق تحديدا، وعن سوريا، وعن النساء السوريات العفيفات العظيمات. ماذا كان يقول هذا الرجل؟ قال هذا الكلام منذ زمن بعيد، وعبر وذكر الكثير والكثير، فكانت أشعاره خالدة
وستبقى أشعار عفوا آسف، نزار. ستبقى أشعار نزار قباني خالدة إلى أبد الأبدين، لأنه لسان حال قومه كان يقول الشعر من تلقاء نفسه ولا يملي عليه أحد أن يقول ما. فكرة أنه نزار قباني كان دائما يدخل في المناطق الممنوعة والمناطق الشائكة، وكان مثيرا للجدل، وكان يدفع ثمنا لهذه الأشعار وهذه الآراء بشكل أو بآخر. كيف ترصد حضرتك هذه التجربة بعد أن اكتملت؟ هو نفس السؤال الحقيقة، أريد أن أتعرف على وجهة نظر حضرتك. لاحظي بأنه الشاعر نزار قباني درس الحقوق، يعني هو بالأصل في سوريا درس الحقوق في المرحلة مبكرة، في المرحلة اللي كان فيها من يتخرج من جامعة دمشق يعني السوربون ذلك العصر. وبنفس الوقت كان هناك حراك معرفي ضخم بالعالم العربي، يعني بسوريا ومصر في مرحلة النهضة كانت شغالة بقوة بعنف، يعني في تيارات المعرفة متحركة. بالتالي الأحزاب السياسية والأحزاب الوطنية، طبعا هذا الكلام قبل إيه؟ أنا عم أحكي عن شيء له علاقة بالأربعينات لما نزار قباني أصدر أول مجموعة شعرية اللي هي قالت لي السمراء. فهي مرحلة الاستعداد للوعي ومرحلة النهضة اللي هي انطلقت من نهاية القرن التاسع عشر لمنتصف القرن العشرين. كان نزار واحد من الفاعلين في هذا المجال، وكان نزار الحقيقة أكثر شاعر عربي يستحق الآن التأمل وإعادة القراءة. أنا فعليا أتمنى أنه كل شعبنا العربي يقرأ الآن نزار. الآن يعني خلق نزار في ذيك المرحلة طردوا المجتمع. ليه؟ لأنه هو سابق الزمن بالرؤية، سابق الزمن بالمعرفة، سابق الزمن بالفكرة، أكثر وأشد وطنية من أي حاكم عربي في أي زمان ومكان كان. حرصه على بلده، على وطنه، على أهله وعلى الوحدة. لاحظي نزار شو قال، خليني لو سمحتي أحكي. تفضل. لو أننا لم ندفن الوحدة في التراب. بيحكي عن الوحدة بين سوريا ومصر في ذلك الوقت بعد ما انفصلوا. يعني احنا الوحدة من 59 ل 62، هو ب 67 صارت النكسة. عم يحكي بالدفاتر بالهوامش هذا الكلام. لو أننا لم ندفن الوحدة في التراب، لو لم نمزق جسمها الطري بالحراب، لو بقيت في داخل العيون والأهداب، لما استباحت لحمنا الكلاب. رؤيا فيلسوف يعرف أن مصر هي الظهير الأساسي لسوريا. طب دعني أتوقف عند محطة مهمة لو تسمح لي أستاذ محمد، لأنه معنا مجموعة من المحطات أريد أن لا يأخذنا الوقت يعني. ففكرة لو توقفنا عند إعادة القراءة الجديدة كما ذكرت حضرتك في حديثك، لو تحدثنا مثلا عن هوامش على دفتر النكسة، وبعد ذلك عندما كتب عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، كيف تقرأ هذا التحول؟ البعض رأى أنه تحولا كبيرا. هل هو تحول في الموقف السياسي؟ هل هو نفسه عاد قراءة المشهد بشكل مختلف؟ هل التجربة الشعرية والإنسانية التي عاشها في هاتين الحالتين كانت مختلفة؟ يعني مزيد من التوضيح لو تكرمت. تمام، لأن أنا كنت عم أحكي لك عن نشأة نزار المعرفي. نزار نشأ ببيت في معرفة كبيرة جدا، في لحظة نهضة. الوطن العربي كله سوريا ومصر بيحركوا النهضة كانوا في ذلك العصر، يعني ما بين 1910 و 1950 حركة الوعي والمعرفة والنقد والفن والجمال شغالة بقوة، والسياسة. فنزار واحد من المشتغلين بهذا المجال. بالتالي ماذا حدث؟ حدث بأنه لما دخل الحقوق ودرس ودخل السلك الدبلوماسي، فهم اللعبة السياسية كأحد عارفي السياسة، وليس كشاعر الآن متلقي من الأخبار أو الصحف أو الجرائد بشكل رأي سياسي. لا، هو كواحد من العارفين بالسياسة. فلما شافوا الوحدة بين سوريا ومصر تم الانقضاض عليها، ولما شاف أنه الباسيين بسوريا أقاموا حكم عرفي، فهو ترك العمل الدبلوماسي وترك تمثيل بلده وتحول إلى تمثيل الإنسان السوري والوطن السوري. لم يعد يمثل النظام. مديحه لجمال عبد الناصر هو مديحه لما كان يحلم به أي عربي في ذلك الوقت من النهوض. ولذلك لما استشهد أو مات أو قتل جمال عبد الناصر، بسوريا الناصريين كتار اللي بيحبوا عبد الناصر. ليه؟ لأنه سوريا بلد بدون مصر ضعيف، ومثل ما شايفين انتم هلا، يعني سوريا بدون مصر الان اكلوها الكلاب فعليا يعني. فمديح عبد الناصر بالنسبه للنزار هي مديح شاعر نبي يرى ويطلب من الزعيم القادم المصري ان يكون مثل
عبد الناصر. طيب إذا ننتقل لمرحلة أيضا مهمة جدا في حياته. طبعا المعروف أنه دواوين نزار قباني بتصل إلى 35 ديوان تقريبا، لكن بيبقى الديوان الأهم هو قصائد من نزار قباني، هذا الديوان الذي صدر في عام 1956. لماذا يعتبر النقاد هذا الديوان هو الأهم وهو نقطة تحول في تاريخ نزار قباني؟ التحول للسياسي يعني. أيوة. نزار قباني هو شاعر سياسي من الدرجة الأولى. يعني مهما قيل عنه من أنه شاعر المرأة بالنسبة لنزار قباني هي الحياة بوجه عام. تأثره بموت أخته وصال التي انتحرت بسبب زواجها. نحن هنتحدث عن المرأة الآن في ده المنطلق اللي هتكلم عنه. دي السياسة بتاعته. أصبح نزار قباني من هذه الجزئية ينظر إلى الحياة بوجه عام. السياسة بالنسبة لنزار قباني وقصائده السياسية، يعني تبدأ قصائده السياسية الحقيقية من خبز وحشيش وقمر. هذه القصيدة التي قام من أجلها الكثيرون وبدأوا في الوقوف ضد نزار قباني بكل ما أوتي من قوة ومن جبروت ومن كره لهذا الرجل، لأنه تحدث وتناول السلبيات الموجودة في العالم العربي سياسيا وعربيا وما إلى ذلك. نزار قباني في لحظات تحوله هذه كانت نابعة من عمله في السياسة. بدأ ينظر إلى الأمور باتساع، طبعا غير ما كان شابا، كان ينظر إلى الأمور بنظرة بسيطة، ولكنه حينما بدأ يطوف ويجول البلدان هنا وهناك بدأ يطلع على السياسة الحقيقية، وكيف أن السياسة كما يقال لعبة قذرة يجب أن يحتاط إليها الجميع. والدليل أنه تحول وبدأ في رثاء قصائد عظيمة لجمال عبد الناصر التي ما زالت حتى الآن ترن أصداؤها بسبب فكر جمال عبد الناصر، الوحدة العربية، الأمة العربية، التكاتف، التلاحم وما إلى ذلك. فكان نزار قباني لزاما عليه أن يتحول، ولكن وعلى الرغم من أنه قد تحول إلى الناحية السياسية والكتابة السياسية إلا أنه لا ينسى دوره الرئيسي وحبه للحياة، وكان ذلك بسبب تدلل والدته له وحبه للحياة وحبه للطبيعة، الطبيعة الدمشقية الجميلة. جميل. طيب الأستاذ محمد، يعني عايز أعرف من حضرتك رأيك في التجربة الشعرية لنزار قباني، كيف أثر بشكل كبير على الشعر العربي وعلى القصيدة العربية؟ ما أبرز أوجه التجديد لديه؟ بدون شك نزار قباني ملأ الدنيا وشغل الناس. نزار قباني واحد من أكبر أعلام الشعرية العربية أو الشعر العربي عبر التاريخ والعصور. المرحلة اللي بدأ فيها محمود سامي البارودي من مصر، مرحلة الإحياء، انطلقت أصوات لإعادة كتابة القصيدة العربية العباسية، واشتغلت هي الأصوات بمرحلتين، بالإحياء والديوان وأبولو، وبعدين تحولت إلى المهجر وصار في شعراء الرابطة القلمية وصار في شعر في تجديد. لكن الكلاسيك كان صيد الموقف، الكلاسيك بمعناها قوي، يعني بمعنى بيعرفوا المشتغلين بالادب بانه في دراسه الكلاسيكيه، بانه في حمله الاحتفال القديم كله، بانه في هناك بالعمود الشعر ما يسمى بعمود الشعر في 5 قضايا اساسيه بعمود الشعر: الدقه في الوصف، والاصابه في الموضوع، الشرف في المعنى، والاصابه في الوصف. قصه يعني قديمه شغاله عند المرزوقي من 1000 سنه. اشتغلوا عليها الاحيائيين فعلا. محمود سامي البارودي هو اللي حركها، ووصلت لاحمد شوقي اكتملت تقريبا مع زكي ابو شادي والشباب الموجودين. وظهر نزار قباني، هذا المفارقة الغريبة في تاريخ الشعرية العربية. ظهر ماذا يفعل نزار؟ فعل نزار بأنه حطم عمود الشعر فعليا. الشاعر الذي حطم العمود اللي هي شرف المعنى، لأنه كان ينتقل معاني، يعني يجب أن تنتقي معنى يركب للشعر، مو لفظ يركب للشعر. بينما نزار شاف مفردات لم تكن تتداول ابدا، حتى لذلك هن سخفوه، خاصه اعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق وبمصر ورجال الدين، لانه اعتبروا العربيه كلام مقدس، اللغه كلام مقدس، والشعر بيشتغل على الحفاظ على هي اللغه. ان تنحدر فيه للمفردات الخاصه العامه اليوميه يعني انك تعبث باللغه المقدسه. أي من هذه اللحظة يمكن أن نقول لقد بدأ اشتغال التأثير الحقيقي لنزار قباني في حركة وعجلة الشعر العربي على مدار 40 عام تقريبا متتالية، لأنه كان يشتغل كنا بالجامعات دمشق يحكوا لي الأساتذة أنا
كانت قصائده تهرب بين الطلبه، ممنوع ان تنتشر كتب. كانوا الطلبه لما يطلع قصيده في أي نزار فترة؟ قباني في السبعينات، السبعينات. ونزار خرج من سوريا بالسبعينات بعد ما اجى حافظ الاسد، لانه عارف انه هدول الناس عباره عن وحوش نزلوا من الجبل مشان يقضوا على تراث عظيم لانسانيه عظيمه لا يملكون ان يحموها، فخرج. وهذا الحزن الشديد اللي بتشوفيه بكلام نزار قباني. شوفي مثلا ماذا يقول نزار. رح ارجع لك للمنطقه اللي انا بتمنى انه نكملها، لانه ما اتفضل. بقدر الا ما اكمل هذا الموضوع، لانه علاقه نزار بدمشق يعني علاقه دمشق بدمشق، بمعنى أنه دمشق ونزار شيء لا ينفصل عبر التاريخ عن بعضه. هو الولد الرجل الذي يشعر بأنه هذه المدينة، هذه البلد هي كل الوجود بالنسبة له، هي أمه، هي أبوه، هي حبيبته. يعني مو شعار، لم يرفع شعارا نزار قباني أنه أنا بحب دمشق، لا، هي فعلوها كثير، مثل محمد مهدي الجواهري ومثل أسماء كثيرة افتعلت أنه تعال نحب البلد. مو هيك، لا، نزار كان نسيجه دمشق. ماذا يقول؟ تفضل. عم يقول: هل مرايا دمشق تعرف وجهي من جديد أم غيرتني السنين؟ يا زمانا في الصالحية سمحا، الصالحية حي من أحياء دمشق. يا زمانا في الصالحية سمحا، أين مني الغوى وأين الفتون؟ يا سريري ويا شراشف أمي، شراشف هي المنديل اللي بنحط على الفراش يعني. يا سريري ويا شراشف أمي، يا عصافير يا شذا، يا غصون، يا زواريب حارتي، خبئيني بين جفنيك فالزمان ضنين، واعذريني إن بدوت حزينا، إن وجه المحب وجه حزين. ها هي الشام بعد فرقة دهر أنهر، سبعة وحور وعين. يا شام كيف أشرح ما بي وأنا فيك دائما مسكون. يا دمشق التي تفشى شذاها تحت جلدي كأنه الزيزفون، قادم من مدائن الريح وحدي فاحتضني كالطفل يا قاسيون. أهي مجنونة بشوقي إليها هذه الشام أم أنا المجنون؟ إن تخلت كل المقادير عني فبعيني حبيبتي أستعين. الله. بهذا الشكل بينتمي نزار قباني لوطنه. صحيح، وهذا كان الحقيقه يعني محور سؤالي لحضرتك في البدايه، انه الوطن بالنسبه لنزار قباني مختلف طبعا. هو له ابعاد اخرى ليست سطحيه بحال من الاحوال، وانما هي في منتهى العمق. سنتابع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام جزء من اغنيه قارئة الفنجان، ثم نعود مره اخرى لمواصله الحوار. عودة من جديد مشاهدينا الكرام. الحقيقة أنه أيضا يعني مشاركة عدد كبير من المطربين العرب لقصائد نزار قباني والقيام بغنائها كان عامل أيضا مهم جدا في حياة وفي مشوار وفي أشعار نزار قباني. يعني هذه القصيدة ربما هي أيضا أثارت بعض الخلافات بين نزار قباني وبين عبد الحليم حافظ. صحيح، قراءة الفنجان. يعني مزيد من التوضيح. لماذا هذا الخلاف وإلى ما آلت إليه الأمور؟ كان هناك خلاف بسيط بين عبد الحليم حافظ ونزار قباني بسبب تبديل بعض الكلمات يعني، ولكن في النهاية اتفق الاثنان يعني على الوضع الذي رآه عبد الحليم حافظ. طبعا عبد الحليم حافظ كان رجل رقيق يعني عايز إذا سمحتي لي اتكلم عن جزئيه طرحت السؤال في الاول، لكن كيف آلت الامور يعني؟ في النهايه اتفق معا على الصيغه التي رآها عبد الحليم حافظ، وكانت هذه سابقه يعني مع الملحن مع الممول، وده شيء وارد يعني. كان قبل ذلك في الأطلال لإبراهيم ناجي برضو الذي كان يقول في بدايتها: يا فؤادي لا تسل ضاع الهوى، يا فؤادي لا تسل ضاع الهوى. أم كلثوم غيرت أين الهوى. تمام. فليس هناك يعني عيب أن يكون هناك يعني تبديل في بعض الكلمات، في النهاية تخرج الأغنية جميلة. وبمناسبة الأغنية هي التي تظهر العمل الشعري، لأن الأغنية من أيام طبعا أحمد شوقي ومحمود سامي البارودي وهؤلاء الأعلام، كانت الأغنية موجودة على الأرفف في المكتبات،
المغنون أظهروها من خلال هذه الأغاني الجميلة. دعينا أتحدث عن الأغنية نفسها من خلال كسر عمود الشعر العربي. كما نعلم أن الشعر العربي كان شعرا موزونا ومقفى، قصائده عامودية كما كان في العصر الجاهلي العباسي، كل العصور السابقة وما تلا ذلك، إلى أن جاء طبعا محمود سامي البارودي وبدأ في إحياء هذا الشعر القديم من جديد، وما ساعده في ذلك طبعا الطباعة وما إلى ذلك. جاء نزار قباني في فترة حاسمة في تاريخ الأمة العربية، ومعه مجموعة أخرى مثل نازك الملائكة في العراق، أمل دنقل وغيره من الشعراء الذين كسروا عمود الشعر. هم كسروا عمود الشعر في جزئيتين، في الوزن والتفعيلة. يعني بدل ما يكون هنا تفعيلة وهنا والشطر الآخر فيه تفعيلة متساوية، ما الذي يضير أن تكون تفعيلة واحدة في سطر ثم تفعيلتان في السطر الذي يليه، ومن ثم سمي السطر الشعري أو مدرسة الشعر الحر. من هنا جاءت لفظة الشعر الحر. فأصبحت القصيدة يعني شعر، وهذا لا يضير على الإطلاق أن يكون هناك كسر العمود الشعر، بس شرط أن يكون في شاعرية في هذا الشعر. فكانت القصائد التي تفضلت بحضرتك والتي تم غناؤها من قبل مغنين كثيرين، يعني نجاة غنت أصالة اغضب رائعة، كاظم الساهر، وأيضا كانت هناك يعني علاقة جيدة بينهما. نعم كثيرون غنوا كثيرون طبعا، لأن شعر نزار قباني شعر مغري لأي حد، يعني حتى تجد هذا الشعر بين العشاق يحفظونه طبعا، وبالتالي كانت الأغنية هي المحرك حتى في بعض. وأيضا الأغاني التي ارتبط بالحالة السياسية كمان، كانت هناك أغاني لنزار قباني قصائده، وأيضا لغيره في جيل نزار قباني نفسه. وبالتالي كانت القصيدة التي غناها مثلا كاظم الساهر وغناها غيره من المغنيين، أم كلثوم طبعا، أم كلثوم غنت أغنيتين، وعبد الحليم أيضا أغنيتين، وكاظم الساهر غنى كثير يعني. نجاة من أهم الأغاني، ونجاة وأصالة اغضب. أنا بحب هذه القصيدة صحيح. جدا يعني. طيب دعنا ننتقل يعني في سياق متصل، يعني كيف تأثر الشباب فيما بعد بنزار قباني؟ الشعراء يعني من جاءوا من بعده كيف تأثروا بنزار قباني؟ لاحظي نزار قباني شكل مدرسة، هي المدرسة الشامية موجودة من أيام أبو تمام، ولكن مدرسة شامية حقيقية شكلها نزار. لها يعني شو المقصود من المدرسة الشامية؟ لها معجم خاص، مفردات خاصة ما قد لا تجديها بمصر. يعني مثلا بنادي الأدب بطنطا بشوف شباب، في واحد بس شاب لطيف اسمه دكتور اسمه مصطفى عبود بيكتب شعر مفرداته غير مصرية. فبالجلسة قلت له أنت يعني مفرداتك غير محلية، مو بيئتك هي. فقال لي أنا ثقافتي أخرى. نزار شكل مفرداته بيئة شامية، شكل مفردات ومعجم شامي. بالتالي من سار على دربه؟ سار على دربه من المشهورين كمان. أنا عم أقول لك نفس المرحلة كان محمد الماغوط، ولكن الأكثر تأثرا في الجزء الأول من حياته الشعرية هو محمود درويش. محمود درويش يعتبر امتداد مدرسة نزار قباني حتى عام 1986. منذ أن ذهب محمود درويش من بيروت إلى تونس أصبح محمود درويش آخر نهائيا مختلف، ولكن مدرسته الأصلية هي الحقيقة نزار قباني. طبعا نزار قباني ما يوجد بيت في العالم العربي لا يعرف اسمه. لم يشكل أحد هذا العنف إلا المتنبي سابقا، يعني أقصد عنف أنه هذا الانتشار العنيف. أثر بالشباب بالخطاب هذا مهم أحكي عنه، بالخطاب المعرفي، بمعنى أنه نزار انطلق من منطقة أساسية ببنيتنا المعرفية نحن كأمة إسلامية وعربية، وهي التابو الخاص بالأنثى. فهو من خلال سفره ومن خلال ثقافته ومن خلال اشتغاله بالحقيقة يعني بالحقوق شاهد بأنه الغرب قد قفز عن المنطقة اللي موجه إلى الإنسان العربي كل طاقته، يلي هي المنطقة الأنثوية والجنسية تحديدا. فاكتشف بأنه هذه العلاقة الخاطئة اللي هي عم تنمو على أساس أنه الجنس هو قمة الأهداف الإنسانية بالنسبة للإنسان العربي، فاكتشف بأنه يجب تحطيم هذه المسألة حتى يتحول الإنسان لإنتاج ما هو حقيقي وليس وهمي. فاستهدف المرأة وظهر ما كان ممنوعا
حتى بقى ينطلق الإنسان من منطقة أنه هذا أحسن شيء وأجمل شيء ونشتغل من أجله إلى أن يرى بأنه شيء عادي متوفر ويجب أن ينطلق إلى ما هو أفضل. فهذا واحد من آثار نزار على تغيير المعرفة بالنسبة للأدب والشعر. طيب يعني طبعا المرأة في شعر نزار قباني احتلت مكانة كبيرة جدا، وربما وصف بأنه شاعر المرأة وشاعر القومية العربية، وأنه هذان كانا هما المحوران الأساسيان في أشعار نزار قباني. المرأة حضرتك ذكرتها ضمنا، نعم. لكن هناك يعني الوالدة والأخت طبعاً. والزوجة. هو ده الأساس اللي صحيح. تكونت منه ثقافة نزار قباني. والدته كانت مدللة له لأبعد حد، فأصبح يعني محب للحياة، محب والمكان نفسه. هناك يعني آثار أثرت في نزار قباني، بداية من والدته، ثانيا من أخته وصال التي انتحرت بسبب أنها اتجوزت واحد غصب عنها، غصب عن الأهل يعني، غصب عنها هي عن وصال نفسها، انتحرت بعد ذلك. فبدأ يدافع عن المرأة ويدافع عن حرية المرأة. ثم بعد ذلك زوجته بلقيس تحديدا، هو اتجوز مرتين، الثانية بلقيس طبعا له قصائد في بلقيس، قصيدة مشهورة تسمحي لي بس أذكر. اتفضلي فندم. يقول في بلقيس زوجتي، طبعا بلقيس ماتت مقتولة في حادث في وكانت دبلوماسية عراقية في بيروت. شكرا لكم، شكرا لكم، فحبيبتي قتلت وصار بوسعكم أن تشربوا كأسا على قبر الشهيدة، وقصيدتي اغتيلت، وهل من أمة في الأرض إلا نحن تغتال القصيدة. بلقيس كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل، بلقيس كانت أطول النخلات في أرض العراق، كانت إذا تمشي ترافقها طواويس وتتبعها أيائل. بلقيس يا وجعي ويا وجع القصيدة حين تلمسها الأنامل، هل يا ترى من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل. طبعا قصيدة طويلة جدا، من أروع ما كتب هذا الرجل في المرأة، هذه القصيدة التي عبرت خير تعبير عن حبه الدفين لزوجته. وبالمناسبة بعد ما توفاه الله، يعني قبل ما يتوفاه الله في لندن تحديدا، كانت وصيته أن يعود إلى دمشق ويدفن بجوار ابنه توفيق الذي كان قد مات في سن مبكرة. المرأة عند نزار قباني هي عبق وتاريخ. يعني إذا دققنا في معظم قصائده التي تتحدث فيها عن الأنثى، إذا طبقناها على السياسة ستجدينها على السياسة، وكأنه يعني كليلة ودمنة، كتاب كليلة ودمنة الثاني. نزار قباني استطاع بحسه أن يجعل العشاق يعرفون من هو نزار قباني ويبحثون عنه. وكما تفضل أستاذ محمد، لا يوجد بيت في العالم العربي تحديدا لا يعرف نزار قباني. طيب أستاذ محمد، يعني على صعيد آخر بيرى البعض أنه نزار قباني كان دائما ما يتناول الممنوعات، ودائما ما يعني يخدش الحياء. كان هذا أيضا يعني جانب من جوانب النقد، ربما النقد حتى الشعبي وليس النقد الأدبي. كيف ترصد هذا الرأي يعني؟ هلا مصطلح نخدش الحياء، بكل مرحلة لها حياء. يعني أنا من بقراءاتي القديمة كنت أقرأ كتب غريبة الشكل، يعني لفقهاء ولعلماء دين وتراثيين ومؤرخين وكذا، فيها ألفاظ الآن إذا بذكرها هلا بتقوم ثورة، مع أنه موجودة هي في التراث. فخدش الحياء موضوع له علاقة بما القيمة المثلى اللي أنت حاملها. نزار كان مثل ما قلت لك انطلق من فلسفة بأنه تغيير هذا المجتمع يعني تغيير تصوراته. هو يتصور أنه الجنس والمرأة هي أفضل شيء، فيجب أن يتغير هذا الموضوع. هي الثورة، هذا فيلسوف، هذا مو شاعر عابر، ليس شاعرا عابرا، هو أثر فعلا بالحاكم مثل ما أثر برجل الدين، مثل ما أثر بالطالب، مثل ما أثر بالشاعر. فإذا هو شاعر كبير، فيلسوف، انطلق من رؤية وقال إنه هذا جزء من قضيتي. ولحظي أكيد يؤكد هذا الكلام الدكتور، لم يخلد في العالم ولا في التاريخ شاعر لم تكن له رؤية فلسفية. شاعر حقيقي، شاعر يخلد يجب أن يكون له رؤية في هذا الكون حقيقية ومنطلقة من بعد فلسفي. فإذا هذا الرجل كان يرى بأن مجتمعنا متخلف بسبب ثقافة قديمة. يمكن أن نشوف هذا الكلام بإحدى قصائده، شو رأيك؟ تفضل. عم يقول بقصيدة اسمها أوراق إسبانية،
مضت قرون 5 عام. شايف اسبانيا بالمناسبه نزار بيعتبر دمشق واسبانيا هن قطعه واحده. صحيح. انه هدول الناس راحوا سووا دمشق عشان. هنيك جميله. وقبل ما اقول هي رح اقول شيء ثاني. بدي سامحني دكتور، بدي اخذ من وقت شوي. أنا للأسف الشديد لم يعد معنا وقت، يعني أقل من دقيقتين بس انا ربما. عاوز نص دقيقه. حاضر يا فندم. طب خذ أكمل نص حضرتك دقيقة. الفكرة ثم نعود للدكتور عزوز. تفضل يا فندم. فالانطلاقه المعرفيه بانه هذا امتداد دمشق الى اسبانيا شاف فيها بلقيس برضه في مدخل الحمراء كان لقاؤنا. من افضل القصائد حقيقه هذه القصيده. الحضاره الاسلاميه التي ازيلت من هذا المكان طبعا الحمراء ولم يسمع عنها. طبعا قصر موجود حتى الان في اسبانيا، عم يعبر عن معرفتهم يعني. كان لقاؤنا ما اطيب اللقيا بلا ميعاد. بدي اورجيك الربط المعرفي السياسي الجمالي الابداعي المستقبلي، كيف يرى نزار الحياه والوجود والمراه والمكان. في مدخل الحمراء كان لقاؤنا مقاطع ما اطيب اللقيا بلا ميعاد. عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي. وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيد سعادي. ورأيت منزلنا القديم وغرفة كانت بها أمي تمد وسادي. الياسمينة رصعت بزهورها والبركة الذهبية الإنشاد. ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساب نهر سوادي. في شعرك المنساب نهر سوادي. في طيب جنات العريش ومائها. في الفل في الريحان في الكباد سارت معي. والشعر يلهث خلفنا كسنابل تركت بغير حصاد. يتألق القرط الجميل بأذنها مثل الشموع بليلة الميلاد. قالت هنا الحمراء زهو جدودنا فاقرأ على جدرانها أمجادها. ومسحت جرحا نازفا بفؤادي. يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عنتهم أجدادي. عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد. الله الله. هكذا يرى نزار قباني المرأة. صحيح. والمكان والحياة والتاريخ والزمن. صحيح، يعني هو عزف على أوتار القلوب ورسم لوحات بكلماته وبأشعاره. والعقل. صحيح. وأهم شيء طبعا. وحارب الغرائز وبنى مؤسسة معرفية يا ريت المشايخ يشوفوها. تفضل. إذن وأيضا موضوع المشايخ كان هناك نقد كبير، يعني يمكن لا يسعنا الوقت لذكر عدد من الانتقادات التي وجهت لنزار قباني من خلال أشعاره. يعني سريعا حضرتك طلبت نصف دقيقة يا فندم، لو يعني اسمح لي. أتمنى والله أتمنى أن أتحدث أكثر لا وأكثر. بس نزار قباني خاصة حديث عن المرأة. سئل نزار قباني عن المرأة أو السيدة أو الفتاة التي يريد أن يرتبط بها، فقال لابد أن تكون هناك 3 شروط وفي عجالة: أن تشبهني، ثم أن تكون مثل أمي، ثم أن يكون أدبي جزءا منها كما هو جزء مني. أنا عارف الوقت خلص. جميل. للأسف يعني الوقت داهمنا، ولكن بشكر حضراتكم. صحيح، يعني سعدنا بوجود حضراتكم معنا للحديث والتعرف على أهم المحطات سريعا طبعا عن حياة الشاعر الكبير الراحل نزار قباني. شكرا جزيلا لضيوفي الكرام. الشكر للناقد الأدبي الدكتور عزوز علي إسماعيل. شكرا جزيلا يا فندم. وأيضا الشكر موصول للأديب والسيناريست محمد خير الحلبي. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا يا فندم. بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام تأتيكم رانيا عادل في فقرة حول محكمتي في مدرستي، حول دراما الأطفال لتطوير التعليم في مصر، ومعها ضيوف كرام: المخرج ميشيل منير فايز، والأطفال داليا محمد مصطفى وفرح عمرو أحمد. بعد فاصل قصير.